أسهل وصفة لو نفسك تعمل أكل سريع كله في طاسة واحدة. سهلة جدا وسريعة وريحتها جميلة وطعمها روعة. هنجيب صدور البانيه ونقطعهم مكعبات مع البطاطس مكعبات في الفرن أو في الإير فراير بالجبنة الكريمي سايحة ومش هتبطلوا تعملوها. من أسهل الوصفات اللي انتوا ممكن تعملوها. التوابل سهلة جدا، هنحط معلقة صغيرة من كل نوع، معلقة ملح، كركم، كاري، زعتر، بابريكا مدخنة، توم باودر، فلفل أسمر، معلقتين زيت زيتون، رشة ريحان، وفصين توم. نبدأ بقى نقلبهم كويس جدا لحد ما يشربوا من التتبيلة، وبعد كده نسيبهم في التلاجة لمدة مثلا ساعتين تلاتة. لو مستعجلين عليهم أقصى حاجة يعني نسيبها نص ساعة. هنبدأ نجيب البطاطس بتاعتنا، نقطعها مكعبات زي اللي أنا مقطعها كده بالظبط، هنحطها في الفرن. عايزين تحمروها حمروها، بس الفرن أحسن لكم، أو ممكن في الإير فراير. هنبدأ نحط عليها نفس التوابل بالظبط اللي احنا حطيناها على الفراخ، وهنقلبها كويس جدا في التوابل دي. وبعد كده نحطها في الفرن على درجة حرارة 200، هتاخد من تلت ساعة ل 25 دقيقة بالظبط. نبدأ نجيب بقى طاسة معانا، نحط فيها شوية زبدة ونحط فيها الفراخ. نشوح بقى فيها الفراخ كويس جدا، تبدأ تتشوح معانا الفراخ وتخش سوا. هنحط نص كوباية لبن ومعلقتين جبنة كريمي عليها، هيدوا طعم حلو جدا للوصفة دي. جربوها وقولي ايه رأيكم فيها. ممكن نستبدل النص كوباية اللبن ونحط مكانها نص كوباية كريمة طهي. بعد كده نبدأ نقلبها كويس جدا ونسيبها تستوي. هنجيب بقى الجبنة بتاعتنا، الموتزاريلا أو الشيدر أو البارميجان، أي نوع جبنة بتحبوه. هنحط عليها شوية جبنة ونقلبهم كده عشان تبدأ تديها طعم كويس جدا. خلاص تعتبر استوت معانا، والبطاطس اهي استوت معانا، طلعناها من الفرن. هنحط البطاطس فوق الفراخ، نقلبها تقليبة كويسة جدا. خلاص هو كده يعتبر كله مستوي. نحطها بس على نار هادية 10 دقايق، ونحط لها شوية جبنة كده من فوق، ورشة بقدونس حلوة كده عليها، ونغطيها لحد الجبنة ما تبدأ تسيح معانا. أول ما الجبنة تسيح خلاص هو كده يعتبر خلاص الوصفة جاهزة. بالهنا والشفا، يا رب تكون عجبتكم. ولو عجبتكم لايك وكومنت واشتراك في القناة، واستنوا الوصفة الجاية.